إيه هو التعلق المرضي؟ وينفع أقول على كل حاجة في حياتي أنا متعلقة بيها مرضي؟ ده هيكون أول فيديو في سلسلة محدش بيحكي عنه. الأول لازم نعرف إيه هو التعلق المرضي. التعلق المرضي يعني يكون في شخص حياته أهم من حياتنا إحنا شخصيا. التعلق المرضي بيأثر فينا أكتر ما إحنا بنتصور، بيأثر على علاقتنا، بيأثر على تفكيرنا، خصوصا لو إحنا مش قادرين نعيش أو نتنفس من غير الشخص ده. لا وكمان بيأثر علينا إن إحنا نبني حياتنا بشكل طبيعي من غير الشخص ده. لازم علشان نبنيها يكون الشخص ده موجود. تعالوا بقى نعرف ازاي التعلق المرضي ده مأثر على حياتنا. كلنا فاكرين ان التعلق المرضي بيأثر على حياتنا العاطفية بس لا، بالعكس ده بيأثر كمان على حياتنا الاجتماعية. يعني الشخص ده لو مش موجود في تجمع او في مكان انا موجود فيه، انا بحس ان انا مش موجود، انا بحس بعزلة جامدة جدا، ودايما تفكيري وتركيزي بيبقى معاه. وده بيخلينا مش عارفين نخرج مع اهلنا ومع اصحابنا، وبالتالي ما بيكونش عندنا اي اجتماعية. ده حتى كمان حياتنا اليومية اللي احنا بنعيشها علشان خاطر نفسنا مش هنعيشها علشان خاطر نفسنا، احنا هنستمر فيها علشان نتأكد ان الشخص ده هيفضل موجود. طيب تعالوا بقى نعرف ايه الامراض اللي ممكن تجينا بسبب التعلق المرضي ده. يعني مش كفاية التعلق، لا ده كمان هيجيلنا امراض. قلق عمال على بطال، خوف رايح جاي قدام عينيك، احسن الشخص ده تفقده. تعالى بقى خد التقيلة، اكتئاب بسبب ان احنا مزاجنا معتمد على الشخص ده. فلو الشخص ده مزاجه حلو احنا مزاجنا حلو، الشخص ده مزاجه وحش احنا مزاجنا وحش. تعالوا بقى خدوا اهم حاجتين هتحصل لنا. مفيش شخصية، ان انت طول الليل والنهار اتحولت لبني ادم بيحاول يرضي الشخص ده، مش قادر تاخد قرار. طب ايه النتيجة المترتبة على ده؟ شخص ما عندوش ثقة في نفسه للأسف، مش قادر ياخد قرار، فهتفضل معتمد على الآخرين. طب دلوقتي أنا اتحولت لشخص مفيش شخصية، مش قادر اخد قرار، معتمد على اللي حواليا في كل حاجة، ما عنديش ثقة في نفسي. هل انا هبقى بني ادم عنده شغلانة محترمة قادر يشتغلها؟ لا خالص. انت شخص مش قادر ان انت تحكم على حياتك، هتحكم على شغلانة ازاي؟ طيب حصل اللي حصل والشخص ده صحيت في يوم فص ملح وداب، انا هعمل ايه؟ يا ترى انا شكل العلاقة اللي هكون بدور عليها هتكون عاملة ازاي؟ هتكون بنفس المنظر، هتدور على حد تتعلق فيه وهتفضل في نفس الدايرة. طيب أنا دلوقتي عرفت إن أنا شخص متعلق وعايزة أتعالج وعايزة أكون بني آدم عادي خالص، أعمل إيه؟ أول حاجة لازم تفهم المرض اللي عندك وتفهم شوية أساسيات كده. التعلق المرضي مش حب، التعلق المرضي ده معناه إن أنا مش قادر أعيش من غير الشخص ده. تاني حاجة، الحب مش معناه سيطرة أو إن أنا أعتمد على الشخص ده اعتماد كلي، لا، هو عليه حاجات وانت في حاجات مسؤول عنها مسؤولية شخصية بحتة. ممكن تاخد رأيه بس مش بالضرورة ان انت تنفذها من غير ما تفكر فيها. ثالث حاجة، يبقى عندنا ثقة في نفسنا بدل الثقة اللي احنا بعترناها دي. اشوف انا حابب ايه في الشخص اللي انا عايزة ارتبط بيه، ايه اللي اقدر اقبله وايه اللي مرفوض نهائي. رابع حاجة، ان عادي اتعامل عادي مع مشاعر الخوف والقلق، عادي ان الشخص ده يبقى موجود وعادي ان الشخص ده ما يبقاش موجود. هو مش مية الشرب ولا الهواء اللي انت بتتنفسه. اخر حاجة احب اقولها، ان لو اكتشفت ان انت شخص متعلق، اوعى تفتكروا ان ده ضعف، لا بالعكس، احمدوا ربنا ان انتوا اكتشفتوا ده، وتعلموا وتعلمي ان انتوا تكونوا بني ادمين قوية وتحبوا نفسكم وتصدقوا ان انتوا هتقدروا تعيشوا حياة سعيدة ومتوازنة وعادية. اكتبوا لي بقى في الكومنتات لو انتوا في علاقة حسيتوا فيها ان انتوا متعلقين، مش حاسين بمشاعر حب، يعني حاسين بمشاعر تعلق مش حاسين بمشاعر حب.